الحقيقة بعد ما عملت لايف على الفيسبوك أدركت في الفيديو هيبقى طويل قوي على إني أرفعه على الانستجرام. يعني أرجو إن أنا أقول نفس الكلام اللي على الفيسبوك، أو إن حد يدخل يتفرج على الفيديو عندي على الصفحة الرسمية. أنا الحقيقة مستاءة جدا 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 من اللي بيحصل من الصحافة اللبنانية، وطبعا هي تبعه أو صحابه أو كده. يعني جريدة الجرس اللبنانية منزلة بتقولك ريهام سعيد كدابة ولا لأ، عشان بقول إن أنا ما عملتش عملية في وشي غير من 10 سنين، مرة واحدة رفعت خدي بس سمي لفت. وجايبيني وانا بقول على الشاشة ان انا عملت عمليات كتير قوي تجميل، بس مش في وشي، عملت تجميل في وشي، لان الناس الجهلة بس هي اللي تقول ان انا ممكن اعمل كذا عملية في وشي. هو الفيس ليفت ماكسيمم يتعمل مرتين، لان بيحصل فايبروزز وتليفات، وخطر جدا انك تفتحي وشك اكتر من مرة، فهو بيبقوا مرتين في العمر مثلا. لا، فتحت في وشي قبل كده يا جرس يا لبنانية مليون مرة، بس انا كنت داخلة زي القمر. على فكرة هو بس في حاجة غريبة قوي في الموضوع ده، مذنب ودي كدابة وده صح ولا مش صح. هو انا يعني لابسة ماسك؟ معلش يعني، هو انا دلوقتي كويسة؟ كدابة في ايه؟ يعني عيب قوي 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 قوي. كدابة في ايه حضرتك؟ كدابة في ايه؟ انا صاحبة الشأن، انا البيشنت، انا المريضة، بقول ان شكلي مش عاجبني، واني اتشوهت، وان بغض النظر عن السكارز اللي عامله وشي، اللي انا كده انا متعالجه، كده انا عامله ليزر وعامله فيلر، عامله يعني عملت، بحاول اشيل الخطوط دي بليزر، لان ما كانش ينفع احط اي حاجه في وشي. هو اللي عامل لي الكلكعه دي عنده في العياده من شهر. خلاص، انا مش انا شكلي مش انا. يعني انا دلوقتي لما اطلع اصحى الصبح ابص في المرايه بعيط، عشان انت مش متخيل، ربنا يعافيك، انك تصحى من النوم تلاقي نفسك بتبص في المرايه تلاقي نفسك مش انت، تلاقي نفسك مش انت. سيبك من السكارز، سيبك من بتاع، انا شكلي مش انا مش انا هي عامله كده، ووشي مشدود كده من هنا ومن هنا. لما حد يشوفني في الحقيقه وشي مشدود من هنا ومن هنا، وبقي مشدود، بص بقي من هنا لهنا. ده ما كانش بقي قبل كده، بقي ما كانش من هنا لهنا، ما كانش دي مسحوبه. دي هطلع لكم صوره حاجبي لغايه هنا. انا كبيشنت مش عاجبني، شايفه، غير ان انا اتشوهت. على فكره مش انا معلش، انتوا قاعدين تقولوا وهو يقول مستندات ايه؟ مستند دي وشي حضرتك. انا حلوه ولا وحشه؟ انا حلوه ولا وحشه؟ انا كده احلى ولا لما جيت احلى؟ يقول لك لا هي كانت جايه بايظه خالص. بايظه خالص ايه؟ انا في مارس قبل العمليه باسبوع كنت على الشاشه، ندخل على قناه الشمس نجيب اي حلقه من مارس، كنت موجوده على الشاشه، تقدروا تتفرجوا على الشاشه. جايب لي صوره وانا حاطه 12 كيلو ميك اب، ويقول لك بعد ايه حضرتك؟ طب انا ربنا كرمني بمكيار عبقري، ايهاب محروس واسامه، والحمد لله نجحوا ان هم يداروا كل اللي بيحصل ده ب 12 كيلو مكياج. وعندي القناه بتحط فلترز وفروزه وبتاع عشان تسيح الوش، وستيل مش انا، يعني ستيل مش انا بس طالعه عشان بقول ايه، كفايه كلام في الموضوع ده، لان انا متاذيه نفسيا جدا منه، واكيد اهلي متاذين من الصور اللي طلعت، واكيد ولادي زعلانين ان كل الناس بتتكلم على وش امهم. وهتقولي طب اتكلمتي ليه؟ على فكره مش انا اللي اتكلمت، انا بقالي 11 شهر ساكته، مش انا اللي اتكلمت. انا طلعت ساعه ايمي تاتو قلت ان انا عملت عمليه تجميل شوهتني، لكن ما قلتش مين. خلاص، ولو عايزه اقول مين كنت قلت من زمان. هو طلع حط لي صوره فيك وانا عندي 90 سنه مش بتاعتي. انتوا متخيلين الدكتور يحط صوره مش بتاعتي وبيقول انها انا، وبعدين حاطط صوره افتر.
يعني انت بعد ما عملت فيا كل ده عايز تعمل اعلان بيا بصوره فيك وبعدين تشيلها وتحط صور وتشيلها وتحط صور وتشيلها. فكان لازم ارد، كان لازم اقول لك لا، انت اللي قلت انت مين مش انا. انت اللي قلت انت مين مش انا. انا عمري في حياتي كلها ما طلعت اتكلمت على دكتور. في حياتي كلها عمري ما اتكلمت على دكتور، اللي كويس معايا واللي وحش معايا. عمري ما طلعت اتكلمت على دكتور وخلاص قلت عفى الله عما سلف وقلت خلاص ربنا يسهله. بس انا للناس اللي بتقول كدابه ومش كدابه، انا رحت لاكبر دكاتره في لبنان قبل ما اروحوا. يعني الناس كلها قعدت تقول لي ان كل السيلبرتيز عاملين مع دكتور اسمه دكتور روي مطران وهو حي يرزق، وعندي فايل عنده ورحت له. قال لي ما تلمسيش تحت عينيكي، ما تلمسيش تحت عينيكي. يعني احنا هنعمل فيس ليفت ونحط نانو فاتس تحت. ما قدرتش على فلوسه، ما قدرتش على فلوسه، ما قدرتش على المبلغ اللي قاله لي. طب ما عرفتش اروح له. رحت للدكتور نبيل فقيه، احسن دكتور في لبنان. قال لي المسافه اللي عندك من هنا لهنا كبيره، ما ينفعش يتقص ده، هتتشوهي. فانا مش هقدر اعمل عمليه الجفون دي. رحت قلت له على فكره دكتور روي بيقول كذا ودكتور نبيل بيقول كذا. قال لي ولا بيفهموا، انا الليجند، انا احسن دكتور في العالم، دول ما بيعملوش العمليات دي اصلا، دول مش عارفه ايه قلت له طب من فضلك ما تلمسش عينيا، لو سمحت ما تلمسش عينيا، هندخل ارفع الحته دي وبس. انا هروح بعد كده لدكتور عينين او اعمل ليزر او احط نانو فاتس زي ما نصحوني لو سمحتوا. كنت سامعانا عن دكتور سمير غرابه هنا وقلت هروح له بعد كده يعمل عينيا لان هو شاطر قوي في العينين. دخلت وطلعت بالخطوط الفظيعه دي. قلت له ليه جيت جنب عينيا وعندي واتسابس؟ قال لي عشان عندي ضمير، انت شلت ده بقى فيه كلكيعه جلد فكان لازم اشيلها. قلت له بس انا متفقه معاك، انا متفقه معاك انك ما تلمسش عينيا عشان قالوا لي مش هينفع، قالوا لي مش هينفع اعمل عينيا. ليه عملتها؟ ليه عملتها؟ وانت لا يقول لك ايه اصلها كانت عامله عمليات قبل كده. حلو، انا كنت عامله عمليات قبل كده وشي كان بايظ وانا مش واخده بالي. ما انت منزل فيديو ووشي كويس، يعني منزل فيديو قاعد تعمل لي كده وكده وكده. بص مطلع فيديو وانت عامل لي كده. طب ما هو عامل قبل وعامل كده. طب ما هو بعد العمليه ما اي حد هتمسكه هتعمل له كده هيتعمل عادي. يعني عنده هو على الانستجرام عامل ايديه كده وان انا كده بيفور. طب ما هو اهو نفسه بالظبط اهو. ايه اللي اتغير؟ ما فيش حاجه، مش عارفه ايه اللي اتغير. مع اي حد هيعمل كده يقول لك ايه انت ليه ساكته بقالك 11 شهر؟ امال اعمل ايه؟ كلمته وكلمت الناس كلها، وعايزه اقول لكم انه اخر 4 شهور ما كانش بيرد عليا. ومحمد رمضان حي يرزق لقيته متصور معاه في الامارات، رحت بعتله مسج قلت له اوعى تكون هتعمل عمليه معاه. قال لي انا ما بعملش عمليات والهبل ده، بس انا عينيا ليكي لو عايزه اكلمهولك اكلمهولك. قلت له ولا تكلمه ولا اكلمه، هو ما بيردش عليا. فخلاص انا عرفت كده ان هو يعني قدر ولطف، خلاص انا خدت اسمتي. فلقيته بعت لي مسج تاني يوم بيقول لي تعالي العياده وبتاع. الظاهر محمد يعني استجدع وكلمه. الكلام ده قبل غزه يعني. رحت راح عامل لي دي، راح ملالي دي كده بحقنه. قال لي عشان نملى الفراغ. طب من ايه الفراغ؟ اصل انت كان وشك بايظ، اصل انت كنت مش عارفه ايه، اصل انت كنت وحشه، اصل فضلت اعيط واصرخ في العياده والكاميرات عنده ومشيت. كان معايا واحده صاحبتي لبنانيه قعدت تقول له عيب يا دكتور اللي انت عملته ده وما يصحش وازاي ومش ازاي. ده كانت زي القمر كلنا عارفينها. بتقول ايه انا صاحبتها في لبنان بقالي 20 سنه عارفه كل العمليات اللي عاملاها ما جاتش جنب وشها. ده اخر لايف انا هعمله، بس كل اللي انا عايزه اقوله كفايه كلام في الموضوع ده عشان الموضوع ده مضايقني واذيني واذي اهلي، وخصوصا مش انا اللي ابتديته، مش انا اللي اتكلمت فيه، ومش انا اللي فتحته،
وهو بيقول هيروح يرفع قضيه قضيه ليه وانا شتمتك؟ هو انا قلت ان انت بتتحرش بالبيشنتس؟ انا قلت انا عملت عمليه معاك ومش عاجباني؟ انا شايفه ان انا اتشوهت. ايه التشهير في كده؟ انا شايفه، انا ريهام صاحبه الشأن البيشنت المريضه، شايفه ان انا اتشوهت. انا اللي وشي، انا وشي مش وش حد تاني. يعني حتى لو انتوا رايكم ان تمام روحوا له. يعني لو انتوا الحاجه الوحيده للجرس اللبنانيه ومش عارفه، لو انتوا شايفين ان هو دكتور تمام روحوا اعملوا وشكم عادي. لكن انا كريهام سعيد انا شايفه ان انا اتشوهت. ده رايي كبيشنت. انتوا مش لما بتروحوا مطعم او بتروحوا حته بيجيبوا لكم ورقه كده تكتبوا فيها رايكم؟ انا رايي ان الدكتور شوهني. ينفع المطعم لما اقول الاكل ما عجبنيش يقول انها بتشهر بيا؟ اني كدابه؟ الاكل عجبني بس انا بقول مش عاجبني؟ انا رايي اني اتشوهت. انا رايي ان انا مش انا رايي ان انا لما بروح مطار بيبصوا في الباسبور بيقولوا ان مش انا. مش دي عناية، مش دي عناية اللي ربنا خلقني بيها. ربنا خلقنا في احسن تقويم، وده الدرس اللي انا خدته. واحلى حاجه في الدنيا ان الواحد يتعلم. انا بشكر رضوى الشربيني جدا جدا انها كلمتني حبيبتي وفضلت تواسي فيا وقوتني وبتساعدني جامد قوي. مريم امين بشكرك جدا جدا. دكتور سمير غرابه اتصل بيا، ربنا يخليك. يعني في ناس متضايقه عشاني، في ناس شايفه ان مش انا. بص انا بكلمكم شفايفي انا مش عارفه اتكلم من كتر ما انا مشدوده، مش عارفه اتكلم. فلو سمحتوا للناس اللي قاعده تتكلم عليا في يعني في الصحافه في لبنان وخدتوها بتاع وده مين اللي غلطان، ومش مفيش حد غلطان خلاص، مفيش حد غلطان. انا الخطين دول زي الفل، السكارز اللي عندي دي زي الفل، عينيا من تحت دي زي الفل، انا مشدوده زي الفل تمام. بس انا اتشوهت. انا رايي، انا ريهام وشي صاحبه الشأن بقول اني اتشوهت. انتوا عايزين تقولوا ان انا كنت رايحه مشوهه اصلا يعني؟ طب ما انا عندي صور، عندي لايف، عندي فيديو عاملاه معايا وبقول هصغر 30 سنه وكان كنت مشوهه. ما كانش مكرمش ليه زي الفيديو اللي طلعه؟ عشان هو دوب الفيلر كلها، فلازم هيحصل ترخي في الخد لازم. لكن انا كنت زي الفل. انا معلش انا غلطت. اللي رحت له وكان هيعمل لي عمليه دكتور ميشيل موتران مش دكتور روي موتران. دكتور روي موتران قال لي انت مش محتاجه عمليه اصلا. دكتور روي موتران قال لي انت مش محتاجه عمليه اصلا. اللي رحت له عشان اعمل عمليه وما قدرتش على فلوسه ميشيل موتران، اللي عامل لنص السليبرتيز اللبنانيات. ما قدرتش، ما عنديش القدره الماديه، زي ما عنديش القدره الماديه دلوقتي ان انا اصلح وشي. يعني اذا كان في لسه ناس بتحبني او ناس شايفه انا شكلي كويس فده يمكن عشان انتوا بتحبوني او شايفين قلبي كويس او كده. لكن انا والله اقسم بالله وحياه ولادي ما قادره ابص في المرايه. انا رحت الدكتور، في دكتور حي يرزق اسمه عبد الناصر عمر، رحت له قلت له انا عندي تروما عشان مش قادره ابص في المرايه. اداني 3 ادويه وبيحصل لي سيفير انكزايتي وسيفير ديبريشن. عندي سيفير انكزايتي وسيفير ديبريشن بورقه دكتور. اقوم اجيب لكم روشته. الاعراض اللي بتجيلي عندي سيفير انكزايتي وسيفير ديبريشن، والراجل حي يرزق وموجود وبيطلع في الاعلام. جولي من ايه؟ قلت له بصحى من النوم مش قادره ابص في وشي ووشي يتشوه، فانا بيحصل لي كذا وبحلم بكذا وبشوف كذا وبحس ان هيحصل لي كذا. قال لي دي بنسميها سيفير انكزايتي من تروما حصلت لك. هتقوحوني في ايه؟ اني مش اني مش مكتئبه؟
عارفين انا عندي كام فويس بعتهوله بقول له ان انا عايزه اموت نفسي من كتر ما انا مش قادره ابص في وشي. لان طبعا ما كانش كده قبل الليزر بقى وقبل ما انزل حاجبي ده عند ايفا زي ما قلت قبل كده، كنت شكلي شيطان، كنت عامله كده والله العظيم، كنت عامله كده بالظبط. ولسه انا عامله كده على فكره، يعني حجمي الاساسي اهو، بس هي عاملاه بالباج، ما هي موجوده حيه ترزق في لبنان برضو. فلو سمحتوا الناس تقول لي ما خدتيش ليه حقك بالقانون من قبل كده. هو في لبنان اروح انا بقى اجيب محامي دولي، ارفع قضيه في لبنان وارفع قضيه في مصر واقعد فيها 6-7 سنين، اكون انا عدلت وشي فيقول لك وشك ما فيهوش حاجه اهو براءه الدكتور، وابقى انا صرفت مصاريف على المحامين وعلى ووشي اتشوه وقعدت من غير وشي ومن غير فلوس. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، فكنت خلاص نسيت الموضوع. حتى كلمت السكرتيره بتاعته من اسبوعين لما رحت الدكتور علم الدين في AUB، اللي برضو كتب لي ريبورت ان انا يعني بايظه خالص. قلت لها انا عايزه ريبورت بس هو عمل ايه عشان نشوف الغرزه دي تتفك، لو في غرزه هنا عشان دي عيني متشعلقه، لو في غرزه هنا نفكها، ولا لازم يحلقوا الشعر ويفتحوا زي ما شايفين، ولا عاملين ايه. بعتت لي ريبورت، قلت لها انا يا ستي ولا هاجي جنبك ولا هقضيك ولا هفضحكوا، انا عايزه بس ريبورت. مش عارفه بتعاتب على ايه. ريان سعيد كدابه ام صادقه؟ ايه قله الادب دي؟ ايه قله الادب دي؟ كدابه في ايه؟ كدابه ان انا حلوه وحاسه اني وحشه؟ كدابه ان انا شكلي هو وبكذب؟ واللي يطلع لي فيديو وانا بقول انا تخنت قوي حاسه ان انا بقيت زي الصينيين. ايه دخل ان انا تخنت قوي من 5 سنين فعينيا بقت اضيق، بان انا دلوقتي 59 كيلو وعينيا شاينيز مرفوعه بغرز ايه الجهل ده؟ ايه الادب دي؟ كفايه عشان انت بتضر نفسك. كفايه. انت شايف ان العمليه مرضيه بالنسبه لك، مش مرضيه بالنسبه لي، انا حره. انا متاذيه نفسيا جدا ومش واتشوهت. عمليه ايه اللي مرضيه بالنسبه لك؟ مش قادره افهم. يعني واحده عايشه مسحوبه كده زي الشياطين، عمليه ايه اللي مرضيه بالنسبه لك؟ مش فاهمه. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. من فضلكم بطلوا كلام في الموضوع ده بليز، عشان انا نفسيا تعبت جدا، من فضلكم.